45 نائبا من أصل 50 في مجلس الأمة الكويتي أيدوا شطب المحور الأول من الاستجواب الذي قدمه النائب عبد الحميد دشتي لوزير الخارجية والمتعلق بمشاركة الكويت في عاصفة الحزم، ما أدى بعد ذلك إلى انسحاب دشتي بعد فرض السرية على الجلسة وبعد مشادات كلامية كادت تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي بينه وبين أحد النواب. عادل عيدان. ميت قبل ولادته استجواب النائب عبد الحميد دشتي لوزير الخارجية الكويتي، والذي لم يناقش بعد تنازل المستجوب عن حقه في سؤال الوزير عن محاور استجوابه ليترك قاعة البرلمان متعللا بعدم رغبته في شرعنة الاستجوابات السرية. أنت بالعلنية فالت، بالسرية شلون؟ هو بالعلنية ما مسك لسانه، بالسرية شلون؟ يعني احنا بالعكس، السرية مو معناته احنا وعدنا الاستجواب ماشي، هو اصلا ما عنده مادة عشان كذي طلع من الاستجواب. الرسائل كانت واضحة منذ اليوم الأول لتقديم النائب دشتي لصحيفة الاستجواب، فأصوات نواب البرلمان كانت رافضة لعدم دستوريته، وصولا إلى رفع محور مشاركة الكويت في عاصفة الحزم على اعتبار أن أمير البلاد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الاستجواب تدخل في صلاحياته، وأنه حمل صبغة طائفية. هذا الاستجواب أعتقد أن جميع محاور حوثية وصيغة إيرانية وموقع عليها من حزب البعث، والكل رفض هذا الأمر، ولا يمكن احنا نقبل في مثل هذه الاستجوابات تكون في قاعة عبد الله السالم. عزز الوحدة الوطنية وهو في الواقع داخل قاعة البرلمان شتم أحد النواب داخل البرلمان ونعته بأصله وفصله وانتسابه، وهذا يمس قانون الوحدة الوطنية. فالرجل هو أصلا مضطرب وفق المفاهيم التي يتبناها، يعني هو يقول وأنا مع الوحدة الوطنية ثم أقرب شخص عنده على يساره يشتمه وينعته لأصله وفصله ونسبه. فلذلك الرجل عنده يعني تداخلات كبيرة، الأمر بته قضائيا، فبالتالي حاول أن ينال لكن ذلك حدث أيضا داخل قاعة البرلمان. حدث أيضا داخل قاعة البرلمان في هذه الجلسة تحديدا. نعم، لكن رئيس مجلس الأمة أوقفه والنواب أوقفوه، ويعني لم يسمح له الخروج عن يعني التعدي على المملكة العربية السعودية. يعني أنا لما نرسل قواتنا وتروح تشارك في عاصفة الحزم، وبعدين عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية، ليش حق للوفرة والخفجي؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز، ما يجوز. دكتور عبد الحميد، دكتور عبد الحميد ما يجوز. استريح رجاء. أخ حمد رجاء. حمد لحظة استريح أخ صالح. خبرنا الساد دشتي مو عاجبه السياسة الكويتية بأن تشارك القوة الكويتية سرب الطائرات الكويتية والدعم السياسي لإخواننا وشقائنا في المملكة العربية السعودية في عاصفة الحزم. ايش تبي دشتي وانت شكو؟ ولا حد طلب منك تبدي رايك الكريم، رايك الذي ينبثق عن شيء قلته من زمان في حق المملكة العربية السعودية. تقول قال شيء من قبل دشتي؟ قال دشتي. شوف وش قال دشتي ودمجنا تصريح السابق مع تصريح الحالي، وخلي الشعب الكويتي يرد عليك ورد عليك بعد التقرير. عطي اياه وخلي دشتي يشوفه. لم أكن أتمنى برقبتي أنا يا عبد الحميد دشتي، كلش إيران مو صوبكم. نائب عبد الحميد دشتي ضامن العراق وإيران، مش إيران اللي بعثت لنا شبكات التجسس تتجسس علينا، أليست العراق هي من غزت الكويت؟ وما حتى في الفترات الأخيرة العراق يهدد الكويت عن طريق الأحزاب الموالية للفكر الخميني في إيران والحرس الثوري في إيران. المملكة العربية السعودية هي العمق الاستراتيجي والشقيق الكبرى لحماية دول الخليج. مواقف السعودية لن ننساها،
لن ننسى كلمة الملك فهد رحمه الله، ولا ننسى مواقف الملك عبد الله وغيرهم من ملوك المملكة العربية السعودية، لأن كلنا أشقاء وكلنا نحمي بعضنا كمنظومة مجلس التعاون الخليجي. أما يأتيني عبد الحميد دشتي ويتطاول، الشعب الكويتي يرفضه بما لم ينزل الله به من سلطان. الآن يريد أن كما تكسب على أهل البحرين يريد أن يتكسب على يعني اليمن، نستطيع تسميتها بمظلومية اليمن. فالرجل يحاول أن يتكسب على هذا ليعيد تسويق نفسه بعد أن عرف أن شعبيته قد انهارت في أوساط يعني الدائرة الانتخابية التي يتواجد فيها. لا أحد يقبل أن يكون هذا الإسفاف والأسلوب البذيء في التعامل وضرب الوحدة الوطنية والتعاطي بمذهبية. يعني لا يمكن أن يكون هذا أسلوب نائب. يعني هذا الاستجواب خرج من موضوع استجواب مشرع إلى استجواب شوارعي. هذا أمر لا يجب أن يتم لا يقبله الشارع الكويتي بأي طريقة كانت. بأن نعيش يوما كهذا نجد فيه مشاركة دولة الكويت من خلال أسراب من الطائرات. اطمئن من إيران واطمئن من العراق، طمني من السعودية، لا أعلم أيا كان عددها، في تحالف لقصف أشقائنا في اليمن. لا شك من أن هذا لا يفرح. لست راض إطلاقا. هذا واحد، انت مع منو؟ هني ولا هناك؟ رد. اثنين، بالنسبة للسعودية أطمنك، الكويت والسعودية إخوان، مو إخوان توم. التاريخ يقول كذي. الظاهر ما انقريت التاريخ الكويتي الصحيح. احنا والسعودية أشقاء وتوم، ونحب بعضنا ونموت ببعضنا، وسياستنا واحدة وما نختلف في سياستنا. وصلت لك الرسالة؟